السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، حياكم الله أينما كنتم. نحن الجمعة 28 ديسمبر 2018 وحديثي إليكم في إطار برنامجنا الأسبوعي رأيي فيما يحدث. ابتداء أريد أن أسجل اعتذاري، فقد تأخرت حوالي دقيقتين أعتقد. أنا لسه خارج من المغاربية وحاولت أن أصل بأسرع ما يمكن حتى أكون معكم في الموعد. الحمد لله، يعني دقيقتين تأخير، مع ذلك أعتذر لكم عن هذا التأخير. كما ذكرت في الحديث أو فيما كتبت من قبل، سأتطرق إلى موضوع أخونا عياش رحمه الله، وموضوع ما يجري في هرم السلطة بين الأجنحة المتصارعة، وربما سأجيب على بعض الأسئلة. لكن قبل أن أبدأ في الحديث عن موضوع أخونا عياش، كان اتصل بي أحد الأفاضل اليوم من ورقلة، وكان صار نقاش هكذا، قال لي أنه فيه فتحوا 500 منصب شغل، وأن فيه مشاكل بالنسبة لقضية طبعا 500 منصب شغل في سنطراك نتيجة للاحتجاجات اللي قاموا بها أصحاب ورقلة لعدة سنوات. أخيرا فتحوا لهم 500 منصب شغل لسكان الولاية، ولاية ورقلة، وكان صار نقاش هل هذا يجوز أم لا يجوز، وكيفاش يكونوا فقط. بعض الناس قالوا كيفاش يكون فقط لولاية واحدة وكأن هذا تمييز إلى آخره. وأيضا خوفه كان خوفه من أن تحدث انزلاقات، لأن المطالب تاع الشغل بآلاف، ولكن المناصب المفتوحة محدودة يعني. فقال لي ايش رايك في الموضوع؟ قلت له سأبدأ به الحديث في اللايف، وهو اختصارا هذا هو رأيي. المفروض أن أي منصب شغل في أي مكان في الجزائر يفتح لكل الجزائريين، هذا الأصل في الأشياء. لو جات عندنا حكومة راشدة، حكومة عاقلة، حكومة يثق فيها الناس ويصدقها، فإذا فتح منصب في سعيدة وواحد متواجد في عنابة، من حقه أن يذهب ويشتغل في سعيدة. هذا وطن واحد بلا حدود، بلا الحمد لله يعني موحد إلى آخره. وإذا فتح منصب في تلمسان يستطيع أن يذهب ليسكن في بجاية، أو ليسكن في ورقلة، أو ليسكن في تمن راست، أو ليسكن في بشار، والعكس صحيح. لكن بكل أسف وبكل ألم، اليوم بالنسبة لقضية الشغل هذه، ليس فقط النظام هذا أو هذه العصابة بعبارة دق غرق في كل شيء، ولكن زاد هذه قضية الشغل أصبحت مأساة لكثير من الأسر. يعني تجد الأسرة أحيانا فيها 3 4 5، أحيانا يبعثوا لي رسائل يقولوا لي والله ما فينا واحد يشتغل، أو فينا واحدة تشتغل، من أسرة فيها 5 أو 6 أشخاص. وحتى لما يشتغل واحد راح يشتغل نفسه، راح يكون نفسه إلى آخره. وأحيانا ما يعرفش أو ما يستطيعش يكون نفسه، لأنه لازم يصرف على خاوته، أو يصرف على والديه، أو يصرف. والأب إذا كان أحيانا يفوت 65 70 سنة، يكون بدأ يكبر وبدأ يتعب، يبقى يشتغل وممكن يخرج الريتريت ويروح يحوس على شغل آخر، كان يشتغلوا مرتين باش يمشي الأسرة. لأن باختصار بسيط، هذا يحيى جاتوا طبع الأوراق شيء بسيط، كانوا يتكلموا أنهم رايحين يطبعوا حدود 30 مليار أو 32 مليار دولار في ظرف 3 سنوات. هل تعلمون كم طبعوا لحد الآن باعترافاتهم هم؟ طبعوا ما يعادل 45 مليار دولار في سنة واحدة. وإذا مضوا بهذا سيطبعون المزيد، وكلما طبعوا الأوراق بطبيعة الحال ستغلى السلع وتنخفض القدرة الشرائية. عموما نرجع لموضوع الشغل في ورقلة. إذا قلت في الأصل كان أنه يفتح للجميع، ولكن من غير المنطقي ومن غير المعقول أن يكون الناس اللي يعيشوا في ورقلة أو في لغواط أو في المنيعة أو في غرداية، أو
تكون الشركات تشتغل هناك، أو في عين صالح أو في أدرار أو في بشار، يكون الشركات يشتغلوا هناك، ويكون إخراج البترول والغاز من هناك، وأحيانا إخراج الذهب، وهذه قضايا أخرى أيضا. وسكان المنطقة، سكان المدينة، ما يعطولهمش مناصب شغل، ويجوا ناس مثلا من أماكن أخرى. من أماكن أخرى، هذا أمر جيد، هذا أمر مهم، لكن الأقربون أولى بالمعروف. على الأقل يكون فيه عدل في توزيع المناصب. مثلا عندك 1000 منصب، قال والله نصف المناصب مثلا لسكان المدينة، لأن فيها بطالة عالية. في ورقلة بطالة عالية جدا، في الأغواط بطالة عالية جدا، في غرداية بطالة عالية جدا. أنا أعرف أن في مدن جزائرية أخرى أيضا البطالة الآن راهي تزحف وهلكت الدنيا. لكن عندما لا تصنع لأهل البلد، لأهل المدينة، يشعرون وكأنهم تحت الاحتلال، يشعرون أنهم في عنصرية، يشعرون أن ممكن تجيب السائق وتجيب الطباخ وتجيبه من مدن أخرى وهما عندهم السائق وعندهم الطباخ، يعني مناصب بسيطة، ما نحكوش حتى على المناصب العليا. هذا هو الإشكال الرئيسي في الموضوع. ثم عندما تأتي من عمال من أماكن أخرى وسكان المدينة خاصة في الجنوب لا يشتغلون، فأنت لا تشجع الناس على أن يأتوا إلى الجنوب، يأتون فقط ليشتغلوا ثم يعودوا للشمال. يبقى الشمال مكتظ، 90% من سكان الجزائر تقريبا في الشمال، وأقل أو في حدود 10% في الجنوب. يعني الآن 380 ألف كيلومتر مربع يسكنوها حوالي 35 ل 36 مليون، وال 2 مليون كيلومتر مربع يسكنوها 4 إلى 5 ملايين، حدود 5 ملايين. لا يعقل. هذا قضية للأمن الوطني، قضية خطيرة جدا. وبالتالي أنت عندما تقول في أوضاع أن أصحاب المدن هذه ما يجدوش شغل، تقول أنهم لديهم الأولوية، فالناس راح يفكروا حتى في الانتقال والنزول إلى هذه المدن الصحراوية. المدن الصحراوية مهما كان الصيف قاسي، الصحراء الجزائرية صحراء جميلة رائعة، لكن الصيف يا إخوان، وأنا أعرف ذلك عما أتحدث، أنا عشت في مدينة جنوبية، بالرغم أن مدينة الأغواط تعتبر مقارنة مع غرداية وورقلة تعتبر يعني مدينة باردة له، لكن أتذكر الصيبة نتاعي، الطفولة نتاعي، كانت 45 في الصيف عادي، يعني 50 عدة أيام وليالي أحيانا، فدرجات هائلة. فأنت إذا أردت أن تحدث نوع من التوزيع العادل للثروات وللعمل وللسكان، فتقوم بمناطق معينة تجلب لها عدد آخر ينتقل إليها ويسكن فيها، ويصبح هذا والجميع يكون فرحان يعني. لكن لا يعقل، لأن ماذا يحدث الآن؟ بدأت في سكان الجنوب تمشي بعض السوسة، واللي هي لماذا نحن هكذا؟ نحن نشعر بأننا مستعمرين، طبعا الشيطان سينفخ للناس، والناس سترى ذلك بأعينها. إذن إخواني، هذه العصابة راهي لا يهمها البلد، لا تفهم أصلا كيف تدير، ولا يهمها أن ينقسم بعدها ويتحطم أو يتقاتل أبناؤه. لذلك رأيي أن في هذه الأوضاع التي نحن عليها، حيث لا عدل، حيث لا حكم، حيث لا نظام، حيث الفوضى عارمة، أهل المدينة التي فيها مناصب شغل هم أولى بها، في انتظار أن يكون هناك حاكم عادل أو حكومة عادلة أو نظام عادل ينصف الناس جميعا، فلا يشعر أي إنسان بأنه مظلوم في وطنه، بأنه محقور في وطنه، بأنه مقهور في وطنه. أصعب شيء يا إخوان، أصعب شيء، أصعب من الغربة، أصعب من الهجرة، أصعب أن تكون في وطنك وتشعر بالقهر. عندما تكون في أوطان الناس وقد تصاب بقهر، فأنت تقول منش في وطني. لكن إذا أصبت بالقهر في وطنك، فهذا أخطر شيء وأصعب شيء، وفيه ناس يؤدي بها إلى الكفر بالوطن، وأعوذ بالله من ذلك. فرأيي إذن أنه من الأسلم والأصلح أن يتم تشغيل أهل المدن
خاصة في الجنوب الآن، حتى التخفيف من الغضب ومن الوطأة ومن الحاجة ومن الفقر، وحتى لا يكون هناك تفكير لأي كان بفكرة الانفصال أو فكرة، لأن قد يدخل فيها شياطين الإنس والجن وينفخوا في الناس هذه الفكرة. بالنسبة للإخوان اللي يشتكوا من الإنترنت، راكم تعرفوا رانا راكم في حكم الشياطين هذو. قال لك حابين يحولوا الإنترنت إلى إفريقيا، يعني هذه السفيهة التي تدير الإنترنت يقول كل مرة تقول أنا هي راح لإفريقيا. ممكن تحولي لها الإنترنت اللي في كلوب دي بان إلى إفريقيا، ممكن، لأن أنتم عندكم ثم 100 ميجا بايت و200 ميجا بايت نتيجة لشركة ولد نزار وغير نزار. لكن العياشين الآن الشعب الجزائري ممكن كلهم يصبحوا وكانهم عياشين، يعني عياشين مثل عياش هذول أحيانا توصل إلى ما أقل 1 ميجا، بل ما أقل مش بالميجا، يعني بالكيلوبات. واحد الشيء أحيانا استفزاز. أنا الأخطر بالنسبة إلي هو تصريحات الاستفزاز. قبل 3 أيام أو 4 أيام نشرة إحدى جرائدهم نشرة لهذا اللي يسموه بوشارب، اللي وضعوه على جبهة التحرير الآن كما يسموها، واللي هي في الحقيقة لم تبقى منها جبهة التحرير إلا الاسم، هي أقرب إلى جبهة للصوص والتخريب. يقول نحن مع بوتفليقة وهو الذي يقرر ما يشاء. يقرر ماذا؟ كيف يقرر؟ الرجل لا يعرف أين يوجد، الرجل في عالم آخر. ولعلكم إخواني كلكم تابعنا بمرارة وربما بغضب أكثر ما حدث في المسيلة، ما حدث في دشرة الحوامل. أم الشمل، يعني بلدية الحوامل. شوف لماذا، لأن جاتني أسئلة كثيرة في الموضوع هذا، لماذا الناس كلها اهتمت بقضية عياش؟ في الحقيقة لأنهم مروا بمراحل. المرحلة الأولى لما خرج الموضوع نتاع عياش شعروا بأن هناك إهمال من طرف ما يسمى بالدولة، يعني من طرف المفروض أنهم حكومة ودولة، وإهمال كامل، كان إهمال كامل. هذا الإهمال قعد حوالي 3 أيام والله، والناس تحاول. ثم لما جاء الوالي وبدأ يتكلم كان الاستفزاز، يعني خطابه ونقاشه مع أخ الشقيق وتصرفاتهم، ولما قالوا له باللي الدولة ما جاتش وانتم ما جيتوش، وهذا اليوم الرابع وخويا راه في الحفرة، أين أنتم؟ أين رئيس بلدية؟ أين الوالي؟ أين رئيس دائرة؟ قال لهم أنا هنا. وقالوا له هذا الشعب هو اللي جاب الآلات. قال لهم الشعب، الآلات تاع الشعب هي تاع الدولة، يعني تأميم الشعب للدولة. فكان الاستفزاز، ثم الشعور بالعجز، يعني بعد ناس شاف 3 أيام 4 أيام عجزت، ما خلوش الناس يقوموا هما بما يجب القيام به، إنما دخل في ناس المطافئ مساكين. الناس كلهم شافوا، حاولوا رجال المطافئ، بذلوا مجهود كبير، كاين اللي ما رقدش ليله وليلتين او اكثر، لكن ما عندهمش ادوات، ما عندهمش امكانيات. فالناس شعرت ان هناك عجز، هذه دوله تعجز عن هذا. وبطبيعه الحال المرحله الرابعه، خاصه بعدما تاكدت الناس من وفاه عياش، كان الغضب، وشفنا مظاهرات وشفنا احتجاجات وشفنا ربما حتى في بعض الأماكن يعني. وطبعا هم راحوا جابوا لهم مكافحة ما يسمى بمكافحة الشغب، هذه من الدرك، ومن جابوه قبل حتى، لأنه كانوا يعرفون تروح تجيب مكافحة الشغب، تجيب مئات من عناصر الدرك وربما من عناصر الشرطة والمخابرات بلباس مدني، وما تجيبش آلة واحدة من عند أي آخر شركة بترولية. ما احنا بلاد كلها تاع حفر، بلاد كلها تاع صندات وحفر، يعني آخر. وظهرت في كلام على أنه شركة شلومبرجر
اقترحت عليهم بأن تقوم بإنقاذ عياش، لكنهم رفضوا إنقاذ عياش من طرف شركات بترولية، على الأقل شلومبرغ ذكر اسمها. فيه عشرات الشركات. سوناتراك لديها إمكانيات هائلة. كيفاش تفتحوا على الغاز والبترول 3000 متر 4000 متر 5000 متر وتطلعوه وما تطلعوش واحد على 30 متر؟ لم يكن هذا في الواقع الأمر إلا تعبير مرة أخرى عن الفوضى السائدة في هذه البلاد. ولماذا شعر الناس كلهم في قضية عياش؟ كل واحد تبع قضية عياش كان يشعر أنه هو هناك، يشعر هو هناك نفسيا معنويا سيكولوجيا، لأنه هو أيضا عنده حفرة. كل الجزائريين الآن الغالبية العظمى ما عدا 5% من المستفيدين من البارازيت ومن اللصوص المستفيدين وقليل اللي يشتغلوا عليها حقيقة، كلهم يشعروا أنهم في حفرة، أن الجزائر كلها تحولت إلى حفرة. واقعة عياش سيكتب عليها التاريخ لما يكتب، يقول أن الشعور العارم الذي ساد في تلك اللحظات أننا بالفعل نعيش في حفرة، وأن هذه اللي يسموها دولة في الحقيقة تحولت إلى ملكية لعصابات رديئة فاسدة جاهلة لا تستطيع أن تقوم بأي شيء. كيف يعقل أن حفرة 30 متر تهزم دولة؟ يقول بعض كبار سفهاء أنهم أحسن من السويد. وجاء طلع هذا تاع رئيس السوناتراك قبل فترة قال لهم احنا ما فعلناه في 50 سنة أحسن من أمريكا وفرنسا. وطلعوا آخرين قال لك أن بوتفليقة هو الذي يؤثر في انتخابات فرنسا وهو الذي يصنع الرئيس الفرنسي. واحد الخطاب يدفع الناس إلى مشي إلى الجنون، يدفعهم إلى مانيش عارف ربما يرتكبوا جريمة وهم يسمعون هؤلاء السفهاء ما يقولون. هذا الشعور إذن تاع شعور الناس أننا بالفعل الجزائر اليوم في حفرة. للأسف نحن في حفرة، وهذه الحفرة تكبر كل يوم أكثر وتتعمق كل يوم أكثر وتتعقد كل يوم أكثر مع هذه الجماعة التي أهلكت الحرث والنسل، العباد والبلاد، جعلتنا مضحكة أمام العالم. كل ما نجي نتكلم معاكم أو نكون نتكلم في مكان، بمجرد ما أبدأ نتكلم وعقلي ينقل الأفكار أو الكلمات تخرج عن لساني يبدأ يتملكني الغضب، بالرغم أني نحاول قدر الإمكان نكون هادئ، لأني أعرف أن المرحلة القادمة يجب أن نكون هادئين جدا، لأن مرحلة عصيبة جدا. حفرة يظل فيها شاب 6 أيام وهو حي، ثم 3 أيام باش يطلعوه وهو ميت. 3 أيام وهو ميت، ويبدو أنهم طلعوه مع تكسير الجثة، يعني يقع فيها تشتيت لها. يعني هل هناك إدارة تقوم بهذه الكوارث؟ هل هناك مطافئ مساكين يشتغلوا وكانهم جايين من القرن ال19 يعني. كان فيه دبلوماسي أمريكي كان اشتغل في الجزائر قبل حوالي 10 سنوات، قريت له كتاب كتبه، قريت منه مقطع. قال هذا الدبلوماسي الأمريكي، شوفوا هذو أربابهم يعني، شوفوا كيفاش يتكلموا عليهم. قال أن النظام في الجزائر، الحكومة في الجزائر في أفضل الحالات تعيش بعقلية القرن ال19. نحن لا نريد أن نحولهم إلى القرن ال21، نريدهم فقط أن يصلوا إلى القرن ال20، فقط إلى القرن ال20. نريدهم فقط أن يصلوا إلى القرن ال20. وصدق هذا الدبلوماسي الأمريكي، لأنه باختصار بسيط فهم أن البلاد تمضي في فوضى. طبعا هذا الكلام قلناه قبل الدبلوماسي الأمريكي وقبل الدبلوماسي الفرنسي وقبل، قلت أنا وقالوا أحرار آخرين وشرفاء آخرين من أبناء هذه البلاد. هذا العجز ليس نابع من قلة ثروات، هذا العجز ليس نابع
من قلة رجال، من قلة عقول، من قلة إمكانيات. هذا العجز نابع من فساد عارم. هذا الفساد تشكل وتولد ونتج عن استبداد. هذا الاستبداد يولد الفساد، يولد الرشاوي، يولد كل الكوارث. يصبح، كنت نتكلم اليوم مع صديق ذكر لي البلدية وين الأصل فيها نتاعهم، قال لي أمي، قال لي هذا البلدي رئيس البلدية أمي. قلت له وأتوقع أنه فقط ليس أمي، أتوقع أنه فاسد وفاجر، ولا أستبعد أن يكون سكرجي، لأن هذه هي الصفات اللي الجماعة الحاكمة في هرم السلطة الفوق، رأس المخابرات والسعيد وقايد صار، هذول هم اللي يساعدوهم. لازم يكون أمي، لازم يكون سكرجي، لازم يكون أشياء أخرى يعف اللسان أحيانا عن ذكرها يعني. لماذا؟ لأنهم كي يعود بهذه الطريقة فاسد يستطيعون أن يتحكمون فيه. ليس لديهم لا إيديولوجيا، لا أفكار، لا تنظيم، لا أي شيء، لا أي شيء. فبمن يأتون؟ كلما كنت فاسدا فاجرا فاسقا رديئا يعطوك أعلى المناصب، رجل ولا امرأة. كلما كنت ذكيا، كلما كنت محب لهذا الوطن، كلما كنت تريد أن تخدم الناس، كلما وضعوا العراقيل أمامك. ولذلك الكثيرين يخرجون. قبل حوالي ساعتين كان يكلم فيه أستاذ جامعي وهو في نفس الوقت جراح شيرورجيان متخصص، وكان يكلم فيها من فرنسا، وأستاذ جامعي. يعني فاجئني أنا كل ما أعرفه عن الجزائر، لك فاجئني بشيء آخر. فوجئت، أقسم لي، قال لي أنه ما كان يريد أن يخرج من الجزائر، وأنه لما خلاص ضاقت الدنيا لأن البلاد راهي تتفتت، قال لي هل تعرف أن الأجر نتاعنا صالير يعني، قال لي كأستاذ جامعي كنت ندي 45,000 دينار 4 ملايين ونص، وكشيرجيان في المستشفى الحكومي كنت ندي 2 ملايين و700، يعني الكل 7 ملايين و200. 7 ملايين و200 لشخص درس أقل شيء 9 سنوات بعد البكالوريا إلا مش أكثر، في حين أن الجماعة اللي هما يسموه برلمان الحفافات، وفي الحقيقة مش فقط الحفافات، برلمان تجار لا دروغ إلا استثناء، يعني ياخذوا 40 مليون ما بين الأجر وما بين البريم. هذا ناهيك على الخرجات للخارج والفريد ميسيون، وناهيك على الامتيازات، وناهيك على السيارة، وناهيك على التليفونات، وناهيك عن كل هذا. أستاذ جامعي شيرجيان سبيسياليست يأخذ 7 ملايين و200. ماذا تعني 7 ملايين و200؟ أقل من 400 أورو. بطبيعة الحال أنا موجود في فرنسا، أقل شيء يبدأ به أتوقع أنه ممكن بادي ب 2500 و 3000 أورو، هذا كبداية، حتى لما قبل ما يعطوا له ليكيفالونس وكذا. لكن طبعا شيرجيان سبيسياليست وأستاذ في الجامعة بكل تأكيد في فرنسا لا يقل عن 10,000 أورو، هذا أقل شيء، بمعنى بدراهم الجزائر 200 مليون. المشكل أن في الجزائر كثير من الأسعار هي مثل أسعار أوروبا. صحيح هناك بعض الأسعار أقل، خاصة فيما يتعلق بالمازوت والإيسانس والأشياء المشتقات البترولية إلى آخره، لكن بعض الأشياء الكثير من الأسعار مستوردة، وبالتالي هي مستعلقة. وأحيانا الأسعار في الجزائر أغلى من البنان. اليوم الموز يتباع في الجزائر هذه الأيام ب 30,000. 30,000 معناها أورو ونص. كل واحد موجود في باريس يعرف أنه يقدر يروح يشري من المحلات الكبرى، أو في بريطانيا هنا من تيسكو، من يشري بما يعادل أورو، يشري حوالي 6 إلى 7 حبات بنان. هنا باوند، يعني اللي هو أورو 9 أو 8 سنتات. بمعنى أنك في فرنسا اللي هو الحد الأدنى للأجر فيها 1500 أورو، يشتري الموز بأقل من اللي يشتريه الجزائري، اللي هو نعرف أن الحد الأدنى هو 1,800,000، أي أقل من 100 أورو. هذا كمثال فقط قدمته لكم. بطبيعة الحال المواد الأخرى كلها هكذاك.
ما نتكلموش على الكاليتي، يعني ما نتكلموش على النوعيه وعلى هذو كاع ما نتكلموش عليهم. وبالمناسبه ابنائهم اللي في الكثير من الحياه ما يصلحوش، راسلينهم للخطوط الجويه الجزائريه، يدوا ما بين 3000 4000 5000 اورو في الشهر حسب وعندهم امتيازات هائله. كل المناصب اللي في الجويه الجزائريه في الخارج بالبيستون. الان اغلب المناصب الدبلوماسيه بالبيستون. طبعا دبلوماسيين كمعدل لا يقل عن 5000 اورو، والسفير يصل الى 15000 اورو، احيانا كان يوصلوا 18000 اورو في الشهر. لذلك انتم تشوفوا هذا الهيمنه على السلطه، لانها نفوذ، لانها اموال، لانها وطبقه صغيره تقل، كل مره تنقص هذه الطبقات تستولي على ثروات البلاد، وشعب هامل، شعب يرفعوا له او فيه اخ قال لي مرات يشتروا البنان ب 2 باوند 2 كيلو الاورو. 2 كيلو الاورو معناها يتباع بحوالي 10000 بدراهم الجزائر من السوق. شفت الاشكال وين؟ اذا الجزائر ما تخصهاش امكانيات، ما تخصهاش رجال، يخصها ان الذين وصلوا الى هذه السلطه وصلوها بطريقه غير شرعيه، راهم يحكموا بالدبابه. وكي يحكم بالدبابه ما يجيبش الناس اللي فاهمين. فيه قانون اقتصادي معروف يقول لك العمله السيئه تطرد العمله الجيده. يجيبوا أسوأ الناس ويحطوهم مسؤولين. هذا الشيريجيان اللي تحدث معايا، وهناك كثير من الناس اتصلوا بي، لكن نجيب مثال تاعو، قال لي يجيب لك يحط لك مدير مستشفى لا يفقه شيء، لا يفقه شيء في الإدارة. أنت خريج 9 سنوات بعد بكالوريا، هو قد اللي يحكم فيك ربما يكون مرات ما وصلش حتى للطروازيام. وكاين نحن نعرف الناس كاين اللي وصلوا للطروازيام لكن اشتغلوا اجتهدوا داروا دي ستاج، تعلموا فهموا، قدروا يقودوا الاشياء. مش لازم يكون عندك شهاده عليا، لكن مش معقول الان، مش معقول كم الجهل الذي نشروه في البلاد، مش معقول في المستشفيات، في الجامعات تاع الجزائر وين وصلت. اصبحنا مضحكه في العالم. لا نوجد في اي قوائم، لا نوجد في اي قوائم من قوائم الجامعات، كلنا خارج القوائم. يعني أول جامعة أعتقد كانت لمسان في حدود مانيش عارف 4000 أو، بمعنى أن جامعات في رواندا، جامعات في أثيوبيا، جامعات أفضل من الجزائر. والآن كل اللي راه يقدر يخرج راه يخرج. يعني كنت نتكلم مع قريب لي يقترب الآن من 60، كلمته قبل أسبوع، وبقى في الأيام الحرب القذرة، بقى في أيام في كل الآن، وهو يقترب من 60 يريد أن يسافر، أن يخرج برا. لكن راهي صعب، خاصة راك كبير الآن، تصل مش سهلة، مش كما يكون الإنسان في 30 في 35 حتى 40 يعني، لا، استحالت الحياة. هذا ما يخصوش فلوس بالمناسبة، عنده الإمكانيات المادية ما معقولة، يستطيع أن يصرف على الأسرة شهر كامل، ما عندوش مشكل، وعنده سكن في العاصمة، وعنده سيارة. قال لك الحياة استحالت. حتى لو كان تعد عندي 50 مليون 100 مليون استحالت بالرداء وبالزبل حشاكم في الطرقات وبالكلام البذيء في الشوارع وبلا دروغ التي تدخل بالسميات. وشفنا المرة يعني الآن شهادات تتراكم أن أصحاب الفتنة هؤلاء، أصحاب الدروغ هؤلاء في الحقيقة هم مسؤولين كبار، كثير منهم مسؤولين كبار في المخابرات والجيش وأحيانا في الشرطة. فهذا الوضع المؤلم الآن كل الناس تكاد تتفق على أننا متجهين إلى ما لا يحمد عقباه. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إخواني، لحظة سامحوني، قلت لكم المرة اللي فاتت القضية لم تعد هل ستنفجر الأوضاع في الجزائر أم لا فيما هو قادم في الأسابيع والشهور القادمة.
ولكن للأسف أصبح السؤال هو متى؟ بكل ألم أقولها لكم، والله ما يؤلمني إلا ما هو قادم أكثر مما آلمني ما هو موجود وما هو قادم. لأن هذه الجماعة كل الاستراتيجية اللي راح تدير فيها عن وعي أو عن غير وعي هو أنها تدفع في البلاد إلى الانفجار. على الأرجح كما قلت لكم راح يكون انفجار داخلي داخل النظام، داخل العصابة فيما بيناتهم. راهو الأمور بالغة حدود قصوى. ذاك نعطيكم بعض المؤشرات جديدة يعني. وربما على الأرجح يقع انفجار خارجي اللي هو من الشعب يعني، لأن ممكن حادثة مثل حادثة عياش تتوسع تتفاقم ونذهب إلى ما لا يحمد عقباه. إذا قلت الجميع يتوقع هذا ما هو قادم، ولذلك الآن الناس اللي راه لاقي طريق راه يحاول، خاصة في هذه العطلة هذه. أعرف أن فيها أعداد هائلة غادرت، حتى من اللي عندهم مناصب مهمة، ناهيك على الحرقة اللي راهم يقوموا بها آخرين. الآن لم تعد الحرقة مضروبة كما راكم تشوفوا، أسر كاملة، أحيانا ناس من الدرك من الجيش مازال عندهم مناصب يعني. في ضباط يتصلون بي الآن وصلوا إلى أوروبا. استحالت الحياة نتيجة للرداء، نتيجة لكل هذه الأشياء. المهم خلينا نذكر لكم شوية على وراهي واصلة بيناتهم، ثم نرجع إلى دائما ما هو الحل. وراهي واصلة كاين واحد مؤشر صرا هاد اليومين، وهو أن هذا اللي يسموه بوشوارب نتاع اللي سماه منسق تاع لافلان، خرج بيان قبل يومين أو أمس في الحقيقة، وقال فيه بأنه مع العهدة الخامسة، وأنه سيكون عرس ديمقراطي العهدة الخامسة لبوتفليقة يعني. ثم في المساء دار تكذيب، قال أنه لم يخرج هذا البيان، وإنما جابوا البيان هذا، هم اللي جابوه ولا يعرف من، لكن نشر هذا البيان على موقع لافلان، الموقع يعني موقع رديء ما فيه والو، وزادوا نشروه على الفيسبوك. هذه مرة أخرى تعطينا فكرة كيفاش أن هذا أكبر شخصية في لافلان يقول الشيء ثم يعاود يتراجع عنه ويقول مش هو. لكن كيف ينشر في الفيسبوك نتاعك وفي الموقع نتاعك؟ يا إما ما راك جايب الخبر نهائيا لهذه الأمور، يا إما نشرت شيء وقالوا لك تراجع عنه فأنت تتراجع. لماذا يتراجعون؟ شوفوا المرة الماضية لما عمل غول المهرجان تاعو، البهلوان تاع غول، لما عمل المهرجان تاعو قال أنهم الأحزاب موافقة، وطبعا كاين أحزاب حتى هما في وضع سيء، لكن قالوا احنا ما وافقنا لا شيء. لكن الشخص اللي راح شافه غول عمل تصريح بالحد، السفير الأمريكي شافه بالاثنين. أنا عارف كيف تتم هذه الزيارات. السفير الأمريكي المفروض ما يقدرش يروح يتلاقي رئيس حزب مباشرة أو رئيس أو الوالي أو يسافر، لازم يمر عن طريق وزارة الخارجية، يبعث لهم طلب باللقاء مع شخصية معينة. هذيك الشخصية من بعد وزارة الخارجية تتصل بتلك الشخصية تقول لهم إذا تقبلوا يجيكم السفير، وهكذا. يعني في الغالب الإجراء يأخذ حوالي أسبوع، 10 أيام، أسبوعين، هذا لما يكون الوضع سريع. لكن لماذا السفير الأمريكي تكلموا هما نهار الحد على قضية التمديد، ما التمديد اللي تبناه البهلوان نتاع غول، وبعدين تخاصم معاه صاحبه اللي كان معاه في حمص، كل واحد يقول أنا. أصبحوا يتنافسون على من يكون نعلا أكثر من الآخر في رجلي الرئيس المحنط بكل أسف وألم. إذن قلت راح للسفير الأمريكي طبعا لأنهم كانوا يريدون أن يشوفوا وش الأمريكان ما رأيهم. الأمريكان والفرنسيين هم اللي راح يحدوا، راهم يستنوا فيهم، راح يحدوا إذا كان يقبلوا لبوتفليقة أن يمدد 2 سنين،
ولا يروح عهدة خامسة، ولا يقولوا له لا 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 وقف، احنا لن ندعم عهدتك. طبعا الامريكان والفرنسيين الخطاب نتاعهم، وانا كنت دبلوماسي ونقول لكم كيفاش راح يكون، راح يقولوا لهم لا عم، لا عم، لا ونعم. هذه لا عم هذه كان اخترعها عرفات في التكتيكات نتاعو في التلاعب اللي كان يديروا. كان جاب هذه الكلمة لا عم، لأنه كان دائما عنده مشاكل ما بين الأنظمة العربية، فيقول واحد لا، واحد يقول نعم، فلما مرة حشروه قال لهم لا عم. إذا السفير الأمريكي والسفير الفرنسي راح يقولوا لهم لا عم، يقولوا لهم لا ونعم. لا من حيث المبدأ، لأنكم انتم راكم تشوفوا هذا رئيس محنط، والبلاد راهي على أبواب أنها ممكن تصرى لكم انتفاضة، والأوضاع عندكم سيئة، وكاين بلوكاج، وكاين مشاكل في جهاز الجيش. شوفوا واش صرا، شحال من جنرال سقط، كاين مشاكل في تاع البرلمان هذا اللي طردوه بطريقة بشعة بحجة، وكاين مشاكل في الأفلان، ولد عباس اللي قال طردوه لا ما صح ماشي صح، وخلافات. كاين مشاكل ما بين رئيس البوليس اليوم ووزير الداخلية. رئيس البوليس مثلا يدير قائمة تاع الترقيات ويبعثها، وزير الداخلية يلغي البرقية، يدير قائمة تاع التنقلات، وزير الداخلية يلغيها. كل هذا الناس طبعا راهي تتبع فيه، وراهي عارفة أن الجماعة راهم متضاربين لأقصى الحدود. فالامريكان والفرنسيس يقولوا لهم لا من حيث المبدأ، لكن نعم وفق الشروط التالية 1 2 3 4، ويديروا لهم شروط على المستوى الاستراتيجي، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التجاري، على المستوى حتى كيفاش يحولوا ممكن الجيش إلى عصا في أيديهم. الآن في الحديث على هذه مجموعة الخمسة اللي تقودها فرنسا، واللي فيها مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا. كيفاش تولي فرنسا بهذه البلدان الخمسة تحتل دول إفريقية، ميليشيات. كما بكري احنا قالوا يجيبوا لنا السنغال ويجيبوا لنا المغاربة الجزائر، وللمغرب يدوا الجزائريين، والفيتنام يدوا الجزائريين والسنغاليين إلى آخره. يعني فرنسا وأمريكا إلى آخره من وراء الستار تدير الاستعمار، لكن بأيدي المحليين، بأيدي الأهالي، بأيدي هذا الشعوب وأبناء هذه الشعوب البائسة، لأن هناك أنظمة فاشلة رديئة فاسدة عاملة. إذن كلهم راهم يستناو في الرد نتاع، ولذلك هذا الغموض. هم حتى قبل 4 أيام ولا قالت إحداهن، قالت بأن ستكون هناك تصريحات كبيرة وضخمة بوتفليقة سيلقيها يوم الأربعاء إلى آخره، لكن لم يقل شيء الأربعاء بوتفليقة، ولا قال شيء أمس لما قالوا راه دار اجتماع لمجلس الوزراء. مسكين تشوف فيه في هذيك الصور تشعر أنه ليس فقط لا يعرف أين موجود، أنه يتألم من وجهه، تعرف أنه في عالم آخر. لكن السعيد وجماعة السعيد وناصر والجماعة نتاع أشقاء الرئيس أو والجماعة المحيطين به يريدون أن يذهبوا به، ولو كان يعاودوا يديروا كلوناج يعني. فالقضية هي هنا. الآن راهم يستنوا، والفرنسيين والأمريكان رايحين هذا المرة ياخذوا من المصالح وياخذوا من النفوذ داخل الجزائر ما لا يسبق به مثال. الدول الكبرى ليست جمعيات خيرية، الدول الكبرى ليست منظمات للمساعدة، الدول الكبرى دول استعمارية بطبيعتها، بتاريخها، بسياساتها. الدول الكبرى تضع لك وتساند لك نظام ضعيف، تضعف الدولة، يغضب الشعب، يضعف المجتمع، يتهاوى الوطن، وبعدين تدير هي بطريقتها. شوفوا سوريا أين وصلت، شوفوا سوريا أين وصلت الآن. استعمار روسي إيراني، قبل راهو الأمريكان الآن يحبوا يروحوا، الأتراك متواجدين، وهكذا. لماذا؟ لأن حاكمها لم يقبل الشعب السوري أن يتشارك في إدارة البلاد. هذا اللي أنا ماشي له، هذا اللي أنا ماشي له. الطغاة يجلبون الغزاة، الطغاة يجلبون الغزاة. إذن على مسار، حبيت فقط نجدد لكم يعني كما يقولوا أبديت بالإنجليزية. ليس هناك جديد، ما زالت هناك الخلافات بين الأجنحة الأربعة التي ذكرتها لكم من قبل،
وهي جناح قايد صالح وهو الجناح الأقوى اليوم، جناح السعيد يأتي بعده، جناح التوفيق، وجناح طرطاق ومن معه. هذه الأجنحة راهي ما زالت متصارعة ومتشاكسة، وواحد يقرر قرار الآخر يلغيه، وهكذا وهكذا وهكذا. ومع ذلك ما زالوا يستخدموا في الدين. مثلا كنا شفنا وكنت نشرت لكم ما تسمى بواحد زاوية من الزوايا، قال زوايا الأشراف إلى آخره، وصل إلى درجة في البيان نتاعو أن بوتفليقة يجب أن يتم التمديد له والتجديد له، وأنه اللي يرفض بوتفليقة معناها راه يكره الوطن، واللي يكره الوطن خائن، والخائن لا يصلى عليه. تكفير. يجيبها لك يعني انت راك تعترض على بوتفليقة، إلا تعترض على بوتفليقة راك ضد الوطن، ولا راك ضد الوطن هو راك خاين، ولا راك خاين هو راك كافر. شفتوا الاختزالات؟ هكذا يعبثون بالدين، وهكذا أصبحت كثير من المساجد تنشر فقه تقديس من؟ شخص محنط. كون غير جا قال يمشي على رجليه يا سيدي، هاو كيما أردوغان، والله حتى كيما المجرم بن سلمان، والله حتى كيما السبسي مولا 93 سنة لكن مازال يمشي على رجليه. قال ممكن يتكلم على ناس، إنسان عايش في عالم آخر. لماذا نكرر هذا عايش في عالم آخر؟ لأن راهي مهزلة أمام العالم، رانا مضحك أمام العالم. ولا واحد عارف شكون يكون رئيس، ولا واحد عارف، ولا واحد منهم عارف. كلهم راهم المهم وش داروا في الفترة هذه. راهي نهبت أموال بلا حدود أكثر من اللي فات، لأنهم خلاص راهم عارفين الانفجار على الأبواب. وهذه طبيعة الأشياء يا إخواني. يعني لو تسأل أي طبيب وتقول أي طبيب يجي يقول لك لو واحد مثلا عنده انسداد، أو خلينا من طبيب بلومبي مثلا، يجيك عندك انسداد في البيت، يعني المياه تاع المجاري ما تمشيش، أو مرة زوج ما تمشيش، يقول لك رايح ينفجر التيب، رايح ينفجر الجعبة، رايح تنفجر، الماء رايح يفيض. هذه هي طبيعة الأشياء. الناس اللي راهي اليوم مش قاعدة، اللي يتعشى ما يقدرش، كاين اللي يتغدى ما يتعشاش، وكاين اللي أولاده ما مش يقدروا يروحوا المدرسة نتيجة للصعوبات تاع اللبسة ونتاع تليفونات ونتاع هذه، والناس اللي ما عندهاش نقل المدرسي، والناس اللي ما توصل للشهر. هذه كلها الآن راهي تحاول الهربة. أو بالمناسبة يا إخواني، أنا ذكرت هذه الزاوية لكنني أعرف أن الزوايا ليسوا سواء، وقلتها أيضا في منشور، السلفية ليسوا سواء، والزوايا ليسوا سواء، والإخوان ليسوا سواء، والعلمانيين ليسوا سواء. فتعميم لا يمضي، فقط ما لازمش نعموا، لأن الناس تختلف. القرآن لما جاء يصف اليهود قال ليسوا سواء، منهم أمة قال ليسوا سواء، منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت قائما، ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. إذن ليسوا سواء فقط، حتى هذه تكون بين قوسين. الإشكال اللي رانا ماشيين له هو أنه باقي لهم على ما يسمى بالانتخابات 3 شهور و10 أيام. يعني في الغالب الانتخابات تدور في حدود 9-10 أبريل تقريبا، خلينا نقول 3 شهور وأسبوعين. لا شيء. القانون الآن يقول لهم قبل 20 جونفي فيما أعتقد، أو 21 جونفي، أنه لازم يكونوا تبدأ الحملة الانتخابية، ولازم تكون اللي كونديداتير كلها مشات إلى لا شيء. لا شيء. لماذا؟ لأن باختصار بسيط ما همش متفاهمين، وصارت مشاكل حتى في هذا الغياب اللي غابوا شويه قايد صالح، لانه في ضغوطات عنده. قضيه هذوك الجنرالات اللي طلعوهم وطردوهم ثم دخلوهم للسجن، ثم هذو كلهم راهم يتحركوا الان وبطريقه اخرى. وشفنا قبل 2 أو 3 احد كبار الجنرالات السابقين ويسمى الغديري مطلع في جريدة الوطن، عاد كاتب مقال ومع حوار الى اخره. الخلاصه يعني الخلاصه تاع الموضوع، صحيح انه عنده بعض الكلام من حيث النظر ايجابي، لكن الخلاصه نتاع الموضوع انه يطلب من القايد صالح ان يقوم بانقلاب. تعرفوا اليوم رانا في 28 ديسمبر، قبل 27 سنه كان نزار والجماعه في هذا اليوم من 29 ديسمبر كانوا يجتمعون في عين نعجة، وهذا بشهاده
الجنرال بن حديد كانوا يجتمعون في عين نعنجة للتخطيط للانقلاب. كانوا هما انقلاب في ذهنهم ويريدون إجماع القيادة العسكرية. ولمن أراد أن يرجع فيه بعض التصريحات للجنرال بن حديد اللي سجنوه بعد هذه التصريحات، لكن أطلقوا سراحه بعد حوالي سنتين. يعني بعد 27 سنة قلت لنا فيها إنقاذ الجمهورية وإنقاذ الجمهورية والجمهورية وسنفعل وسنعمل، وقلت بعد ما جبت بوتفليقة أنه سيفتح لنا وسيرفع راسك يابا، ورجعنا بعد 27 سنة رجعنا إلى حيث بدأنا، سكوير 1 كما يقول الإنجليز، المربع الأول، لكن هذه المرة مربع أول في وضع أبشع. هذه المرة المربع الأول ونحن في وضع أبشع بكثير، لأن اللي داروا انقلاب 92 قبلها ما كانش كاين مجازر وقتل بعد 92 صارت كل هذه الأشياء. ولذلك إخواني، وهنا أرجع لي ما هو الحل؟ سؤال وجيه، سؤال ضروري ومهم الإجابة عنه. الحل لو كان نختصره في كلمات هو رحيل هذه العصابات، لأنها ليست نظام حكم، لأنهم فوضى، فساد، رشوة، سميهم ما شئت. رحيلهم كيف؟ بالطرق اللاعنفية، الطرق السلمية. يجب خاصة عدم التفكير في السلاح. وقلت أنا مرة، كنت وعدتكم إن شاء الله عن قريب، لماذا نبتعد ونرفض حمل السلاح عندما يكون الطاغية من أبناء الوطن، في حين أني أرى أن حمل السلاح عندما يكون الغازي أجنبي هو يكون على رأس القائمة، لكن عندما يكون طاغية من أبناء الوطن نحن نرى في رشاد أنه لا يجوز حمل السلاح. لا نكفر أحدا ولا نجرم أحدا، لكن نقول أنه سيكون من الخطيئة الكبرى. الحل يكون في عصيان مدني، لكن العصيان المدني ليس كلمات تقال. العصيان المدني ليس كلمات تقال. العصيان المدني تفكير وتنظيم وخطوات عملية على الأرض ومجموعات تعمل. العصيان المدني لا يأتي هكذا، خاصة في وضع وين الإعلام تحت سيطرة العصابة. إحدى قنواتهم أو جرايدهم أعتقد تسمى البلاد، لما جاءت تصف ما يحدث في المسيلة قالت أن سكان المسيلة متظاهرين لأنهم ضد المدرب الفريق بتاع المسيلة إلى آخره. شفتوا التسجيل؟ كل بلا استثناء، كل الجرائد، كل التلفزيونات، كل الإذاعات التي تشتغل اليوم تحت حكم هذه العصابة خاضعة لهم، حتى ولو حاول أهلها التفريق أحيانا، حاجة هنا. في صحفيين أشراف وأحرار ما في شك، يحاولون ما في شك، لكن ملاك هذه الأشياء سواء كانوا الدولة أو ملاكها خواص كلهم شدت لهم مخابرات ملفات، وكلهم شادين لهم أوضاع، ولذلك لا يخرجون على إطار ما يرسم لهم. إذن أنسوا هذا الإعلام اللي موجود، هو إعلام البقارة في خدمة دولة الحفرة، دولة الكوكايين بكل ألم. إذن من أفضل الحلول هو العصيان المدني. طبعا هناك الحلول نتاع الاحتجاجات، نتاع المظاهرات السلمية، لكن صراحة أولا على الأرجح أن النظام سينفجر من الداخل، فمن الأفضل أن لا يذهب الناس في مظاهرات واحتجاجات حتى لا تتعمق الفوضى. ثم على الأرجح أن الذين يعانون اليوم، اللي راهم يهربوا في الفلايك، اللي راهم يغادروا، اللي راهم ينتحروا، اللي راهم في لحظة معينة، بعض هؤلاء الناس هم اللي ينفجروا. لكن احنا من المفهوم الآن على الأقل هو نتحدث على العصيان المدني. لكن شوفوا يا إخوان، العصيان المدني
راح نشرحه لكم في لقاء قادم عن قريب، راح نجيب لكم كل ما نظر فيه وما قيل فيه وكيف نفهمه نحن إلى آخره. هذا مش مشكل. لكن قبل ذلك أريد أن أقول لكم شيء ربما قد لا يعجب الكثيرين أو لا يعجب البعض. راهو أي تغيير يأتي بدون ما يكون هناك تنظيم فإنه على الأرجح يتجه إلى الفوضى. هم يحولوه إلى فوضى، وهم لو يعرفوا رواحهم أنهم سيفقدون البلد راح يخرجون ناس كما اللي خرجوا مع بشار الأسد أو لا أحد، الأسد أو نحرق البلد. حرقوا البلد، هم حرقوه. وهو نفس العقلية، سواء كان الأسد أو البشير تاع السودان أو كان تاع اليمن أو كانت نفس العقلية، مبارك بن علي نفس العقلية. إذن لازم يكون هناك تنظيم، لازم يكون هناك مجموعات تشتغل. وقبل أن نصل إلى المجموعات أريد أن أقول لكم شيء. لا تيأسوا، لا تيأسوا. الجماعة اللي يكتبوا ويقولوا البلاد إلى الهاوية، البلاد كارثة، راحت الحوال، لا لازم لكم. نعم هذا توصيف، لكن بدل من أن نقول خلاص الجزائر انتهت تنساها، بعض الناس يتصلوا بي ويقولوا والله ما تتصلح هذه البلاد، والله غير رايحة الخراب. لماذا يا أخوان؟ لماذا؟ كاين دول وكاين شعوب مرت بما نمر به الآن، بل أننا نحن في الجزائر فقدنا كاع دولتنا وسيادتنا ووطننا راح كامل، لكن استرجعناه. الأمل ثم الأمل ثم الأمل. لا تنشروا اليأس وما تسبوش الشعب. الشعب هو أنا وأنت وهو وهي وأخوك وخالك وابن عمك وأمك وباباك، ما تسبوش. نعم كاين تصرفات في حالة الاستبداد. لمن يريد أن يقرأ في هذا الموضوع يقرأ مثلا كتابات الكواكبي. كواكبي عنده كتاب من أروع ما يكون، وبسبب هذا الكتاب وضعوا له السم وقتلوه وهو شاب، أعتقد أنه لم يكن وصل 50 من عمره، عبد الرحمن الكواكبي. لكن هناك كتابات أخرى، يعني كتابات بالإنجليزية بالفرنسية، كتابات كثيرة. يعني إن شاء الله في الفترات القادمة نعود مرة نضع لكم روابط أيضا عليها. ما أريد أن أقوله أنه لازم نوع من الأخلاقية. اللي يخصنا الآن فيه مشكل صراحة نعانوا منه، وخاصة الناس اللي هم يبحثوا عن الحلول ويبحثوا عن التغيير. لاحظت أن البعض منهم صراحة، أقولها ماهوش باش مش ذمنا، يحتاجوا لإعادة صياغة بعض الأشياء، لإعادة تفكير بعض الأشياء. يعني راهو بدون قوة أخلاقية لن نذهب بعيدا. راهي الأخلاق هي الأصل في هذه الأشياء. أنا ليس لدي أي شك في سقوط هذه العصابة، ليس لدي أدنى شك، سيسقطون. لكن أن يسقط هؤلاء وتأتي الدولة العبيطة أو العميقة كما يسمونها أحيانا، فما فيش أو يأتي جهات أخرى يعودوا يخادعونا. لازم يكونوا الناس على مستوى من الأخلاق ومن الوعي. بدون أخلاق ووعي كل انتفاضة تتجه إلى فوضى وتروح إلى فوضى. بدون أخلاق ووعي تسرى مصائب، وقد نجد أنفسنا في أوضاع كارثية. واش صرا في 62 تخدعت البلاد وجات وبدا الانحراف، فإذا باللي كانوا مع فرنسا مثل خالد نزار والعربي بالخير وتواتي أصبحوا هم من يدير البلاد، وهم اللي قاموا بانقلاب 92 وادخلوا البلاد في الجحيم. راهو الانحراف يبدأ صغير ثم يكبر. إذن لابد من نوع من الأخلاقيات. أخلاقياتنا احنا لما نتكلموا يكون الكلام ما يكونش فيه كلام بذيء وسفيه وفاحش. أنا شفت مرات بعض التعليقات يعني نضطر أن نلغيها، يعني وقلت للمساعد كل كلام فيه كلام بذيء لازم تلغيه. لازم الناس اللي راهي الآن، نعطيك مثال بسيط، إلا راك ماكش تتعامل مع الأسرة نتاعك مليح، كيفاش راح تتعامل مع التغيير وين تتعامل فيه مع ناس ما تعرفهمش وما يعرفوكش؟ إلا راك أنت أب وماكش قايم بأدنى الواجبات مع الأسرة ومع الأطفال، كيفاش ستقوم بواجبات وطن؟ إذا راكي أم وما راكيش تنتبهي لرضيعك وتليفونك في يدك وانت ترضعي فيه
والله في عالم آخر وفي تليفونات. كيفاش راح تفكري وكيفاش تتعاملي مع التغيير؟ وإذا راكي أخت وإذا راك أخ وعندك شقيقة أو شقيقتين وتظلمهم وتحقرهم، كيفاش راح تفكر في التغيير وكيفاش راح تتعامل مع التغيير؟ لابد من إصلاح نفسي ذاتي. اللي يحملوا فكرة التغيير لازم يكونوا هم على حد معين. لا أقول الناس يكونوا ملائكة، لا تكونوا ملائكة، ولا يمكن لنا أن نكون ملائكة، نحن بشر نصيب ونخطئ، لكن على الأقل نجتهد. إذا راك تصرف فلوسك على المخدرات، روح شد هذوك الفلوس وعاون بيهم نفسك وعاون بيهم أهلك. إذا راك تصرف فيهم على الدخان، وقف التدخين، يضر بصحتك ويدمر لك صحتك، خاصة الناس اللي راهي في أوروبا تشري بما يعادل 8-10 أورو هنا في بريطانيا يعني للباكي الواحد. في الناس اللي يكيف باكي في النهار هنا في بريطانيا نعرفهم بأي ما يعادل 10 أورو للباكي، 300 أورو في الشهر. وربما أهله هناك محتاجين أشياء كثيرة، أو إخوانه أو جيرانه، أو هناك جوانب أخلاقية يجب أن نشتغل عليها. أنا لا أقول جوانب أخلاقية نقعد سنوات أو نقعد، لا، أشياء بسيطة نقوم بتغييرها، أشياء بسيطة نقوم بتغييرها. أحيانا أشياء أنت ما تشوفهاش كثيرة، تروح تسلم على رأس باباك ولا رأس أمك وتدي لهم هدية معاك لأنك ربما رفعت في صوتك عليهم أو غضبت عليهم، أو هذا راهو في حد ذاته يعطيك القوة الأخلاقية باش تحدث تغيير. لا يمكن أن تكون أنت أخلاقك بائسة فاسدة ليس لديك وتريد أن تغير الفاسدين، أو يتغير الحال ويجوا نفس الشيء ويجوا نفس الأشياء اللي كانت. الفكرة الأخلاقية عميقة. التغيير جاي، هو بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر. في هذه الأسابيع وهذه الأشهر أنا عارف أن الحمد لله كاين ناس متخلقين، وهذا الكلام قاع اللي رانا نقولوا فيه هما يمارسوه وهما يوصوا الناس عليه، هما يوصوا الناس عليه. لكن كاين آخرين من الشباب الصغير لا، إخواني، ما تباتش في الليل مع الأفلام الخليعة. هو ماكش رايح تجيب نتائج فيما بعد، رايح ترقد للزوج للثلاثة. ما تقعدش في سهرات نتاع خمر وكذا، ما راكش رايح تفكر ولا رايح ما فيش. كاين واحد من أنا الناس أحرار في سلوكهم الشخصي، لكن راني نقول لكم إذا أردنا أن نتقدم، لأن الناس بزاف يقول لك أعطينا الحل، يحسبوا كأن الحل هو دير هذه، فعل هذه، تعمل هذه، توصل للحل. لا، الحل هو بشر يتعامل مع معضلة تاريخية. وطننا في خطر وجودي. تعرف معنى وجودي؟ معناها أنه لا قدر الله إذا بقت الأوضاع على مثل هذه وانتهت الأمور، ممكن الجزائر هذه تتكسر إلى دول، إلى مناطق تتقاتل. ممكن نجد أنفسنا مرة أخرى. من كان يعتقد أن سوريا يدخلها استعمار روسي وإيراني وأمريكي وتركي؟ من كان؟ لو كان قلتها لأي سوري قبل 8 سنين أو 9 سنين يقول لك أنت راك تحلم. 9 سنين يعني. لو قلتها له في 2010 يقول لك ماذا؟ لماذا؟ احنا مستقلين. ها هو الاحتلال. كل استقلال يحمل في طياته إمكانية الاستعمار والاحتلال. كل استقلال. إذن هذا مهم جدا. قد نجد أنفسنا أن الأمريكيين سيطروا على البترول في حاسي مسعود وعلى الغاز في حاسي الرمل، وأن الفرنسيين سيطروا على الموانئ في شمال الجزائر، وأن لأن هذه دول، وكي تشوف الخراب صرا في بلد تدخل هي أيضا باش تجيد. الأوضاع خطيرة. هذا العصابة اللي معنا مش فاهمة، راهي منقطعة، راهم كأنهم يعيشون في كوكب آخر، إنهم يعيشون في عالم آخر. راهم في كوكب كلوب ديبا، كوكب لامادراك، كوكب باريس، لكن مش في كوكب الجزائر. الجزائر فقط للنهب. إذن فالموضوع هذا يا إخواني، موضوع الأخلاق، راهو أساسي لأي عملية تغيير. بالمناسبة وأنا أتكلم على هذا، أنا تكلمت مع بعض الناس على المستوى الخاص، وكنت تكلمتكم المرة الماضية. خلونا نبدأ بأشياء بسيطة قلتها لكم المرة الماضية. حاولوا الناس اللي يعرفوا بعضهم، مش شرط يكونوا في نفس المدينة. الآن التكنولوجيا تسمح، يقدر يكون واحد يكون في ألمانيا ويعرف زوج أصدقاء، وواحد في وهران وواحد في قسنطينة، يشكلوا فريق، مجموعة متآلفة. السؤال الذي على كل الجزائريين أن يطرحوه على أنفسهم اليوم، كل الجزائريين الأحرار الشرفاء اللي في قلبهم
ذرة، لو في قلبهم ذرة واحدة لهذا البلد. بلدنا في خطر، نحن على أبواب أحداث جسيمة، على الأرجح على أبواب انفجار. إذا تخلطت واش نديروا؟ أنا مش نقول لكم لا تظاهروا لا احتجوا، نقول لكم فقط أنتم السؤال المطروح كالتالي: إذا تخلطت في البلاد، إذا انفجرت الأوضاع، سواء انفجار داخلي نتيجة للصراعات القائمة بين الأجنحة، أو فوضى عارمة نتيجة الاحتجاجات أو إضرابات أو إذا تخلطت الأوضاع، ما العمل؟ هذا السؤال هو اللي لازم نجيب عنه. وكيفاش نجيبوا عليه؟ كل واحد يسأل نفسه: كيف أستطيع أن أساعد؟ نعطيكم مثال. الجزائر اليوم فيها 1571 أو 73 بلدية. في بلديات صغيرة اللي فيها أقل من 5000 ساكن، في بلديات ما بين 5000 10,000، في بلديات أكثر من 10,000، وفي بلديات ربما أكثر من 50,000. لو فكرنا بطريقة معينة وقلنا مثلا كل أهل بلدية معينة قبل أن يصلوا ويجتمعوا هم تكون هناك أحياء. نفترض نأخذ بلدية من أي بلديات، فلتكن مثلا، دعونا نأخذ بلدية مثلا بلدية عين وسارة مثلا. سكان البلدية، سكان بلدية عين وسارة يعرفوا أحيائهم. مثلا في عين وسارة دعونا نأخذ رقم أن فيها 50 حي، فيها 50 حي من الأحياء، كارتي. لو في كل حي تطلع مجموعة أو مجموعتين، حتى مش مهم، فيها 3 4 5 أشخاص، لو كان احنا تتخلط واش نديروا في هذا الحي؟ كيفاش نحموا الحي نتاعنا؟ كيفاش نحموا أسرنا، نحموا أولادنا، نحموا أنفسنا؟ كيفاش؟ لأنها كي تخلط راه يصرى الفوضى العارمة، ويدخل القبيح مع المليح، وتدخل هذاك وهذا، والنظام راه داها لهذه. المشكلة أنهم دايين البلاد لهذا الوضع. راهي كثير من الدراسات الأجنبية اللي كانت تستبعد قبل سنتين، كانوا يستبعدوا حدوث فوضى في الجزائر. الآن راهم يتكلموا عليها بصراحة يتكلموا عليها، بأن الجزائر على أبواب انفجارات. يعني المرة الماضية الفاينانشال تايمز كتبت إديتوريال وقعوه كبار أصحاب الجريدة، وهذه فاينانشال تايمز هي من أكبر الجرائد العالمية على الإطلاق، ربما هي رقم 2 أو 3 في العالم. يعني شنت هجوم عنيف على النظام الجزائري الذي خرب بلدا جميلا. يعني أيضا بعد بالك نوضعوا نعطوا الكاش واحد من الشباب يترجموا. بالمناسبة يا إخوان، احنا نحتاج مساعدات، من فضلكم اللي يقدر يقدم مساعدة يبعث لي في التليفون. نحتاج بعض المساعدات، أحيانا نتاع ترجمة معينة، أحيانا نتاع شيء معين، أحيانا بعض الأشياء، يعني بكل واحد كيفاش يقدر يساعد. يعني إذا قلت تشكيل مجموعات، كل حي شكل مجموعة فيها 3 4 5 أشخاص، ويطرح السؤال: إذا تخلطت كيفاش نحمي الحي نتاعي؟ إذا جينا لخذين ده مثال تاع عين وسارة مثلا، فيها 50 حي مثلا، في البلدية تاع عين وسارة 50 حي. بعدين هذو أهل الأحياء كل حي يدير كونتاكت مع الحي الآخر، كيفاش نتعاونوا، كيفاش مثلا بدل ما يكون الحماية لحي، خلينا نجتمعوا ك10 أحياء، 10 أحياء، كل حي عنده مجموعة مجموعتين، يجتمعوا يلتقوا، ينتجوا أو ينتخبوا مجموعة قال من 5 أشخاص تدير 10 أحياء مثلا، وهكذا مع 10 الأحياء الآخرين. نعم، هذه الأشياء تحتاج إلى تنظيم، لكن أقل شيء ابدأوا بالحاجات البسيطة، ابدأوا بالأشياء البسيطة. كما قلت، ما تقولوا لا نديروا مظاهرات ولا احتجاجات ولا يسقط النظام ولا شيء. من حقكم أن تطرحوا السؤال على أنفسكم: إذا تخلطت كيفاش نحموا أنفسنا؟ هذا هو السؤال فقط الآن. واحد يقول لي لا تتخلط، لأنك يبدو أنك في كوكب آخر، هناك غضب عارم، هناك ناس تجوع، هناك عصابة تعبث، هناك جنرالات متشاكسين متقاتلين، هناك تهريب إلى الأموال بلا حدود، هناك أسعار البترول تنهار، هناك الدينار قاعدين يطبعوا فيه، هناك السفاهة والعبث في قمتها، هناك قوى خارجية تتربص بالبلاد.
وهناك وهناك وهناك. هناك دمار داخل الجيش، غضب داخل الجيش، داخل الدرك، داخل الشرطة، الناس يهربون. وين عايش؟ راهو الشتاء والناس راهي تهرب في البوطي. راهو الشتاء وراهو تلقى عمره 30 35 40 حاب يسافر ويخرج وما يرجعش. إذن إخواني، هذا هو السؤال الواجب العمل عليه والواجب الإجابة عليه. إن شاء الله في الأسابيع القادمة نزيد نقدم أشياء أكثر مما قدمت اليوم. راني رايح غير بشوية معاكم، لا تتعجلوا، لا تتعجلوا. بعض الناس راهم يقولوا لي أعلنوا العصيان المدني، نديروا مظاهرات، نديروا احتجاجات. لا، بالعقل، لا تتعجلوا، لا تتعجلوا، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذول هم أعداء الوطن وأعداء المجتمع. لا تتعجلوا الصدام معهم، لا تتعجلوا الصراع. مازال كاين أجواء، ما زالت. راهم هما ماشيين في هذا الاتجاه، راهم هما دايينها إلى الانفجار. ما تقلقوش رواحكم يعني. لكن احنا السؤال كما قلت الآن، إذا تخلطت ماذا نعمل؟ هذه اللي نحب كل الناس يجاوبوا عليها. اللي عندهم مقترحات، اللي يحبوا يكتبوا أشياء، أحيانا يكتبوا لي أشياء. لكن شوفوا إخواني، راني ما نقراش اللغة اللي تعود مكتوبة هي عربية ومكتوبة بالحروف اللاتينية. راني ما نقراهاش لأن تعبني شوية، ولأني أنا أحترم اللغات، سواء اللغة العربية أو حتى اللغة الفرنسية، لأن كلغة ما عندناش مشكلة معها. من الإهانة للغة أن تكتب بلغة وأنت تعني لغة أخرى. اكتب لي بالعربية إذا ما تعرفش تكتب الدارجة، معليش بالفصحى اكتب بالدارجة، مش مشكل. نقدر نقرأ العربية الدارجة لكن بحدود مفهومة. لكن اللي يقدر يكتب بالعربية الفصحى أفضل. اللي ما يعرفش العربية يكتب الفرنساوية، اللي ما يعرفش الفرنساوي يكتب الإنجليزية. وللأسف لو كنت نعرف الأمازيغية كون قلت لكم اللي ما يعرفش حتى يكتبنا بالأمازيغية، لأن هي أيضا على مختلف تفرعاتها هي لغتنا ولغة إخواننا، وإذا احنا ما نتحدثوهاش فإخواننا في الوطن يتحدثوها. ووجودهم ووجود اللحمة الوطنية هو اللي يعظم الأشياء ويقوي الأشياء. الحمد لله فيه مجموعات راهي بدأت تشتغل في كثير من المدن، هذه المجموعات المتآلفة كما سميناها، وفيه بعضهم من راسلني وفيه بعض من اتصل بي. لكن شوفوا يا إخوان، ما فيش داعي، حتى اللي ما يحبش يتصل ما فيش داعي أن يتصل. لمن يتصل مرحبا به. أحيانا لا أستطيع أن أرد على كل الرسائل، لكن سأحاول قدر الإمكان. لكن المهم، الفكرة هي كيف نحمي وطننا في نهاية المطاف، وننقذ وطننا، ننقذ دولتنا، ننقذ بلدنا، ننقذ هذا المجتمع، ننقذ هذا الشعب، وهو الأصل في كل الأشياء. وإذا كان شباب راهم غارقين، شوف كي تلقى واحد غارق ما تزيدش تغرقه. كي تلقى واحد راهو يضرب في المخدرات ما تزيدش تقول له أنت دروغي وأنت تسبه وأنت، قول له روح له بالنصيحة، روح حاول تأثر فيه، وقولوا للناس حسنا. راهو أفضل شيء هو تغيير الناس، تغيير العقليات نتاعهم. وأفضل شيء في تغيير الناس خاصة البسطاء هو الكلمة الطيبة، هو الكلمة الطيبة. راهو واحد تلقى واحد سكارجي ممكن راهو قلبه مليح، أنا لا أبرر له أن يكون خمارجي أو سكارجي، لكن ممكن كلمة طيبة تعرف كيفاش تتعامل معاه يبتعد. واحد عنده مخدرات وراي كاين الناس راهي حاصلة في المخدرات هذه بشكل رهيب، لأنها تعودت عليها وتحتاج أشياء كثيرة فيها. يتكيف دخان، انت ما تكيفش، روح له بكلمات طيبة، فهموا باللي الدخان يضر الصحة، يضيع لك أموالك، ريحتك مش مليحة، بصرفهم على والديك، اصرفهم على خاوتك، اصرفهم على أبنائك، اصرفهم على اليتامى والفقراء، راهي معمرة بهم البلاد. لكن روحوا بالكلمة الطيبة. راهو ما دخل الرفق لشيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ونساو الخلافات الفكرية والإيديولوجية واللغوية، وانت قبايلي وهذاك شاوي وهذا عربي، هذا كلها الآن ثانوي. المشكلة الكبرى اليوم وطننا قد يضيع، بلادنا راهي تغرق، اليأس راه ينتشر، الناس راهي تنتحر. انساو الأشياء، هذيك الأشياء ستأتي فيما بعد كي تعود الناس عاقلة وثابتة. ما تخلوش المخابرات والذباب الإلكتروني يدخلوكم، انت عربي وانت قبايلي يجي يسب على اساس هو عربي قبايلي، وكله مخابرات. او انت مروكي وانت مغربي وانت مانيش عارف، وكلها مخابرات. انت بالبلدين يتضاربوا بيناتهم ويدخلوكم فيما بيناتهم باش يلهوكم، واموالكم في هذا الوقت تنهب وتروح وتحاول وتسافر.
بالنسبة للإخوان اللي راهم يسقسوا على أمير موجود، فقط كان محظور، الفيسبوك حظروا نتيجة للتبليغات ولي آخره. راهم داخلين على صفحاتنا بشكل رهيب. الحمد لله أن الصفحة موثقة، لم يستطيعوا فعل شيء في الوقت الراهن. لكن بالنسبة للأمير، لأن مازال ما توثقتش الصفحتين تاعو، إذا راه يعمل على استرجاع الصفحتين، وراه عنده الصفحة الثالثة، وراني من حين لآخر نضعها في الصفحة عندي لمن يريد أن يدخل عنده. لكن نريد 100 أمير آخر يشتغلوا على إنقاذ الوطن، على الدفاع عن الوطن، على الأشياء. إخواني حياكم الله أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستكون لنا لقاءات إذا كانت فيه هناك أشياء جديدة هذه اليومين، وأنا على الأرجح هناك أشياء جديدة في هذه الأيام. في أي فترة يكون جديد راني ندير لكم لايف بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.